مرحبا بكم في محقق الهيدروليكا. اليوم سنتعلم تشخيص أعطال معدات ويل كنترول بطريقة احترافية لفهم مشاكل الويل كنترول. تخيل البئر كدائرة هيدروليكية مغلقة، المضخة تدفع من طرف والتشوك يقاوم من الطرف الآخر. أي تغيير في الضغط إلا تغيير في المقاومة. القاعدة الذهبية: مشاكل التشوك السطحية تؤثر على all gauges بنفس الاتجاه. مشاكل سترينج والبت عند القاع تؤثر على drill pipe pressure فقط في البداية. السيناريو الأول: انسداد التشوك. تخيل تضغط على فوهة خرطوم، الضغط يرتفع فورا. عندما يسد ال LCM أو الصخور فتحة التشوك، السائل يتراكم. مؤشرات الانسداد: ارتفاع سريع في casing pressure and drill pipe pressure معا. انخفاض lag time. الخطر الحقيقي: الضغط المتراكم ينتقل ل BHP ويكسر فورميشن عند الشو. السيناريو الثاني: تآكل التشوك. الرمل والغاز بسرعة الصوت يعملان كأداة قطع ساند بلاستينج. المعدن يتآكل والفتحة تتوسع. مؤشرات التآكل: انخفاض مستمر في كيسينج بريشر يتبعه انخفاض في دريل بايب. إغلاق التشوك لا يعطي استجابة. انخفاض BHP يعني دخول إنفلكس جديد. secondary kick. السيناريو الثالث: تآكل نوزل الدقاق. الفخ الكلاسيكي: إذا سقطت النوزل مقاومة الاحتكاك تقل. drill pipe pressure ينخفض فجأة. تحذير للمحترفين: إياك أن تغلق التشوك، هذا يزيد الضغط في أنيولس ويكسر الطبقة. المشكلة محصورة داخل الدقاق فقط. السيناريو الرابع: انفجار دريل سترينج دائرة القصر. ثقب في جسم الماسورة، السائل يختار الطريق الأسهل ويهرب للأنيولس. مؤشرات دائرة القصر: انخفاض تدريجي أو مفاجئ في دريل بايب بريشر. فقدان تحديد ضغط القاع الحقيقي. الخطر: فقدان BHP. الحل: شت إن فورا. السيناريو الخامس: فشل فاصل مد جاس سيبريتر. الفاصل يعمل بتوازن السوائل. عمود المد يقاوم ضغط الغاز. مؤشرات فشل الفاصل: ظهور غاز في شيكرز، خطر انفجار، صوت اندفاع قوي، قراءة MGS متذبذبة. الحل الآمن: stop and shut in. أوقف الضخ وأغلق البئر. لتصبح مهندسا محترفا، انظر للعلاقة بين العدادين. رول 1: كيسينج والدريل بايب يرتفعان معا، يتئفنوا انسداد التشوك. رول 2: الضغطان ينخفضان معا، تتآكل. تشوك. رول 3: دريل بايب ينخفض والكيسينج ثابت، مشكلة في النوزل. التشخيص الصحيح هو نصف الحل. افهم الهيدروليكا، تسيطر على البئر. ديب دريل، Advanced Engineering. شكرا لمشاهدتكم.